السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جدل رياضي جديد. لايك وشير واشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة جايلك بثلاث أخبار أو ثلاث تصريحات تقدر تسميهم زي ما تسميهم. أول تصريح كان طبعا لخالد الغندور والمقارنة بتاعته ما بين 2014 وحاليا، وهبوط الإسماعيلي، والإيقاف رقم 17 لنادي الزمالك. نبدأ بمين؟ أول حاجة نبدأ بخالد الغندور. بص يا سيدي، خالد الغندور في 2014 خالد الغندور عشان افهمك بس عقليتهم هم ماشيه ازاي، ماشيه باللي يحلاله. المهم ان يعبط على النادي الاهلي ما علينا. في 2014 خالد الغندور بيقول لك عايز الاهلي يكسب الكونفدراليه لانها بطوله ضعيفه ملهاش قيمه ما بتوصلش لكاس العالم. ده خالد الغندور، ده فين؟ ده في 2014. نيجي ل 2026، بيقول لك بطل الكونفدرالية يساوي 40 بطولة دوري و100 كاس، ووصيف الكونفدرالية ب20 دوري و50 كاس، هذا لمن يتهكمون على بطولة الكونفدرالية. الجماعة دول تمسكهم منين ما تعرف لهمش مسكة. زي اللي اسمه خليليو ولا جليليو، ده أبرد مخاليق الله، أبرد مخاليق الله. ده خالد الغندور يطاق عنه وكلهم عارفينهم إن هم هبيدة، وإن هم زي نير الأحمر اللي طلع بتتكلم على إن إزاي رئيس نادي سيراميكا أو صاحب مالك نادي سيراميكا إزاي بيدي حق لعيبته وبيصرف. هو أنتوا فاكرين كل الأندية زيكم؟ فاكرين كل الأندية زيكم؟ أنا رئيس نادي بدي لعيبتي، بديها زيادة، اديها نقص، اديها زي ما اديها. انت مالك؟ بشجعهم انهم يفوزوا عليك، اهلاوي زملكاوي مش فارق، انت ما تتدخليش، مش شغلتك. انت فاكرة كل الأندية زيك ان هي بتاكل ان اسفأناكم المال بتاع الناس؟ فاكرة كله زيكم؟ فاكرة كله هيجيله ايقاف؟ فضلت ورا الاسماعيلي اللي بيقول لك ان هو الاسماعيلي. هنيجي للنقطة دي وهقول لك الاسباب، بعض من الاسباب اللي خلت الاسماعيلي يهبط. فالرد على خالد الغندور ما اقدرش اقول لك غير انك انت بوشين بس. فمعلش في الكلمة، خليك بوش واحد عشان نعرف نتف فيه. عاجل، اول خبر قدامك عاجل، ايقاف للمرة 17 فيفا يعلن عن ايقاف قيد جديد للزمالك للمرة 17. والله العظيم انا ما عارف الايقاف ال17 ده بتاع مين، اقسم بالله انا ما عارفه. طالع الجمهور الزياط اللي هو لو مؤاخذة في الكلمة ماشي مع الرايقة ورايح مع الرايحة وجاي مع اللي جاي ومش فارق معاه. بيقول لك قبل ما نوصل الدوري او مباراة الدوري يوصل رقم 20 خلينا ناخد الدوري، واذا ايقافات القيد دي في صالح نادي الزمالك بيخلي يدي الزمالك مش عارف إيه. يا ابني انت بتفكر بصابع رجليك. ايقاف قيد رقم 17 يعني كفيل ان هو يخلي ناديك يلعب في درجة رابعة. والله العظيم ما تروح شكاوي من أندية للكاف، فكروا شوية. شكاوي للأندية، شكاوي من أندية على نادي الزمالك بأنه مفيش، واكل لعيبة، واكل أندية، واكل كل الناس، عليه إيقافات قياد، فيه ديون داخلية وديون خارجية، لا هياخد رخصة ولا هيشارك في بطولة ولا هينزل درجة رابعة. واسمع مني، احنا بس اللي هي بالكوسة شغالة بالكوسة في اللي هنا، شغالة بالكوسة بوريدة شغالة بالكوسة. والله العظيم الرياضة في مصر كوسة، كوسة حرفيا. الاهلي وزمالك على الاقل ان الاهلي معلهش حاجة، انما شغالة بالكوسة حرفيا، فيه كوسة. اسمع مني، احنا شغالينها حبي، اسمع مني شغالينها حبي، اقسم بالله الشغلانات دي الرياضة في مصر حبي. هبوط نادي الاسماعيلي، هل انت مع هبوط نادي الاسماعيلي؟ الاجابة نعم.
انت موافق على هبوط نادي؟ نعم انا موافق وبشدة ان نادي الاسماعيلي يهبط. لا هو احسن من المنصورة ولا الاولمبي ولا الترسانة ولا المحلة اللي هينزل ولا. هو مش احسن من ده، مش احسن من الاندية دي. كذا سنة كده بنحب نلعب معاها الجوت والفار كده عشان خاطر ان هو يقعد في الدوري، والسنة دي السنة اللي فاتت هبط ولغانا الهبوط كامل، والسنة دي هبط رسمي، ولو اتلغى تبقى كارثة 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 حرفيا. طيب ليه الاسماعيلي هبط؟ هقول لك ليه. لان بعض الجمهور او الجمهور الاسماعيلي مشوا ورا اعلام نادي الزمالك الفاسد وبين قوسين المفسد لكل صلة روابط الجماهير في بعضها، هو اعلام نادي الزمالك. مشوا وراهم وخلاص بقت عادة مقررة ان الاهلي بيفضي الاسماعيلي من لعيبته، الاهلي بيفضي الاهلي مرضيش، الاهلي عمل، الاهلي سوى. سبب كره من نادي الاسماعيلي او جماهير النادي الاسماعيلي للنادي الاهلي. ولو هم فكروا صح ان في وقت ما النادي الاهلي كان بيعمل تبادل للصفقات وبياخد لعيبه من النادي الاسماعيلي، كان في وقتها شوف ترتيبات او الترتيب بتاع نادي الاسماعيلي كان كام؟ كان هو الثالث واحيانا يكون التاني. النادي الاهلي كان بيدعم النادي الاسماعيلي من غير ما حد يحس. وجت من الفترة من 3 4 سنين او من بداية بيراميدز، وابتدى الزمالك يساعد مين؟ يساعد نادي الاسماعيلي، والاسماعيلي خلاص اتجه للنادي الزمالك. فبدأ الدنيا انت بتساعد مين؟ بتساعد فرقة منهارة، ابتديت تفوت له ماتشات، ابتديت مش عارف ايه، ابتديت تعديله وفي الاخر ايه اخرتها؟ انت هبطت وهو عليه 17 ايقاف قيد، ده غير القادم، ده غير اللي جاي. انتوا المفروض تتأسفوا للنادي الاهلي اللي وقف معاكم السنة اللي فاتت، ووقف معاكم السنين اللي قبل كده، وخلاكم انكم انتوا كجماهير نادي الاسماعيلي وانتوا بتشتموا النادي الاهلي وبتعملوا وبتسووا. لكن في وقت ما كان النادي الاهلي بياخد منك لعيب كان بيديك لعيبه، ولو قارنت هتلقى انت واخد اكتر من لعيب. في لعيبه ما كانش واخدها من النادي الاسماعيلي نهائي. وكان بيقف معاك بالطول وبالعرض، كان بيخليك انت في مراكز، بتلعب كونفدرالية، بتلعب في البطولة الأفريقية، كان بيخليك من التاني للرابع. بيراميدز حصلتك وبقت معاها 2 كاس، انت معاك 2 كاس بكل تاريخك. عايز اشوف تعليقاتك، هل النادي الاسماعيلي يستحق الهبوط ام لا يستحق الهبوط؟ انت مع هبوط الاسماعيلي ام ضد هبوط الاسماعيلي؟ قول لي رأيك في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والتعليق بتاعك المتين. دمتم في امان الله، السلام عليكم.